3 ميستيكس الناس بتعملهم وهي بتعمل الفيسبوك ادز، ودول بصراحة كيلر ميستيكس محتاجين ان احنا نشوفهم ونتافويد. احنا عملنا راننج لفيسبوك ادز بمليون اوف دولارز، يعني ملايين الدولارات بشكل كبير جدا في يعني انحاء مختلفة من العالم وانفسترز مختلفة، ولقينا ان دول 3 حاجات الاساسية اللي بسببهم ان معظم الناس بتفشل في عمل الاعلانات، او الاعلانات بتفشل نتيجة ال3 دول. طبعا ممكن يكون في حاجات كتير تانية. اول واحد منهم ان الاعلان جينيريك يعني عام جدا، ان احنا بنكتب كوبي عام، بنعمل كرييتيفز بشكل عام. مثلا ممكن نقول البحث عن السعادة، يعني كيف تبحث عن السعادة. انا الشخص ما اتعلمش حاجة من الموضوع، ما كانش في حاجة سبيسيفيك ان انا هاخدها سواء من الكوبي نفسه او من الكرييتيف، هما الاتنين عامين جدا، ولكن مهم جدا ان احنا نكتب بشكل محدد. يعني ممكن نقول مثلا 3 خطوات اساسية للسعادة مثلا الزوجية، التاني هيفاجئك او السبب التاني ممكن يفاجئك. فهنا ممكن ان انا ابدا ان انا ابقى مهتم بايه هم ال3 دول. ولكن بالنسبه لمعظم الناس اللي بتعمله ان هي بتكتب جينيريك اد، ونتيجه ان الاد نفسه جينيريك اللي بيحصل الناس ما بتقدرش ان هي تتفاعل معاه او ما تحبش ان هي تتفاعل معاه. فده اول حاجه. بالنسبه للحاجه التانيه، الناس مش بتست، ما بتعملش تيست. يعني ما بتعملش تيست، هتلاقي ناس كتيره بتقول لك الصوره احسن من الفيديو، وناس تانيه بتقول لك الفيديو احسن من الصوره، حد تالت بيقول لك كذا وكذا. من وجهة نظري انا شفت ناس كتيرة، واحيانا بلاقي ناس في اندستريز معينة ان الصورة بتاعتها بتنفع، واحيانا في ناس تانية لا، هو الفيديو هو اللي بينفع. فمحتاج ان انت تتست بنفسك، وممكن تتست في كامبينز مختلفة عشان تقدر تقول هل الفيديو اللي بينجح ولا الصورة اللي بتنجح. بس انا مش عايز اقول كده، بس انا عايز اقول ان انت كمان بتست انجلز مختلفة، زوايا مختلفة وانت بتتكلم. يعني انت لو هتنزل صورة، فممكن الصورة دي تعمل فيها كومباريزن، وطبعا الكوبي ممكن يكون كومباريزن. يعني كومباريزن يعني مقارنة ما بين المنتج بتاعك ومنتجات تانية. ممكن حاجة تانية تبقى سكسس ستوري، ان انت تعمل اعلان الانجل بتاعته ان انت بتوري، او الزاوية بتاعته ان انت بتوري الناس سكسس ستوري. طبعا الكرييتيف بيعبر عن كده. ممكن تعمل اعلان تاني يوضح للناس بيفور وافتر، يعني الناس قبل ما تستخدم المنتج ده شكله عامل ازاي، وبعد ما تستخدم المنتج ده شكله عامل ازاي. لو البراند بتاعك يشيل او يستحمل الجزء ده، ندخل حاجة فيها فن. في ناس بتدخل دلوقتي حاجات فاني في الموضوع، سواء بقى قفشات الافلام والحاجات دي، في ناس بتستخدم ده وبيجيب معاها نتيجه. فمهم جدا ان انت تتست. ثالث حاجه، واعتقد دي حاجه مهمه جدا للناس، رقم 3 هو وات از نيكست. ماذا بعد الاعلان؟ في ناس مش عارفه الناس هتروح فين بعد الاعلان، او فين الاوفر اللي بعد الاعلان اللي انت بتقدمه. هل الناس هتروح على لاندنج بيج؟ طب هل الاوفر مكتوب في اللاندنج بيج بشكل كويس؟ وهتلاقوني عامل فيديو عن اللاندنج بيج والاوفر، ممكن ان انا احطه في اللينك او تبص عليه على الصفحه. اللاندنج بيج شكله عامل ازاي، اللاندنج بيج بتاعتك شكلها، الاوفر العرض نفسه قوي ولا لا. فممكن الاعلان نفسه يكون ناجح بس بيروح لاوفر مش ناجح، وبالتالي الحمله نفسها ما بتقدرش ان هي تنجح. هيروح فين الشخص؟ هل اللينك ده شغال ولا لا؟ لان انا بشوف الناس احيانا بتعمل اعلانات وبعد كده اللينك اللي هم حاطينه بدوس عليه ان هو مش شغال، فانت بتصرف الفلوس دي كلها وبعد كده اللينك ده مش شغال، او ان هو بيروح على، وده انا شفتها بعيني، الناس هنا حاطين رقم تليفون ورقم التليفون ده اساسا قفل مش شغال اني مور، فبيعملوا اعلانات على رقم تليفون مش شغال وبيقولوا هو ليه ما حدش بيكلمنا. فمهم جدا الافكار دي او البوينتس دي تكون موجوده عند حضراتكم، لان ال3 دول فقط لوحدهم ممكن يحسنوا من جوده الماركتنج بشكل عام ومن جوده السيلز بشكل عام، وممكن كمان ان هم ما يحسنوش. فهم دول اكتر 3 مشاكل شفتهم بيسببوا ان الفيسبوك ادز مش بيجيبوا نتيجه. اتمنى ان هم يكونوا مفيدين، وعشان كده دايما بنقول للناس في الكورس بتاعنا اسمه Uplift Your Copy. في الكورس ده احنا هندي ناس تمبلتس جاهزه. التمبلتس دي فيها لو انت عايز تعمل كرييتيف في كومباريزن على كانفا، تمبلت على كانفا بتحط الصوره بس، ولكن احنا عاملين لك التمبلت عشان تعرف ان ده كومباريزن. عاملين لك تمبلت بيفور اند افتر، هتلاقي اكتر من 100 تمبلت جاهز. ان مش كل الديزاينرز بيقدروا ان هم يعملوا ده، مش كل الديزاينرز هم فاهمين في فكره الادز اللي بتجيب نتيجه، ولكن هم بيعمل ديزاين، هو بيعمل تصميم، ولكن مش كل تصميم بينجح في الاعلانات. فعشان كده احنا عملنا لك اكتر من 100 تمبلت جاهز تقدر ان انت تستخدمه، مش محتاج جرافيك ديزاينر، تقدر انت تحطه، وده هيكون اكسكلوسيف للناس اللي هتحضر معانا Uplift Your Copy السنه دي. هتلاقي لينك. اتمنى ان احنا نشوفك عن قريب، وشكرا جزيلا.